السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم احمد زاهر. هشرح النهارده مادة احصاء واحتمالات. انا عارف ان الفيديو ممكن يكون متأخر شوية، بس انتوا عارفين ان المادة يعني مش احسن حاجة. تمام، فيلا بينا نبدأ على طول عشان مطولش عليكم. يلا بينا. هنتكلم عن اول حاجة عندنا وهي الباينوميال ديستريبيوشن. الباينوميال ديستريبيوشن او التوزيع الثنائي. طيب محتاجين نعمل ايه؟ احنا محتاجين ان احنا نثبت اربع حاجات. تمام، هنثبت اول حاجه عندنا وهي المين، بعد كده الفيريانس، بعد كده المومنت، بعد كده حاجه اسمها البروبابيليتي او الاحتماليه. طيب تعالى ناخدهم واحده واحده كده ونفهم احنا هنحل ازاي او طريقه الحل بتاعتنا هتبقى عامله ازاي. اول حاجه احنا عندنا حاجه بسيطه هتبقى حفظ في كل حاجه فيهم اللي هي القانون. انا عايز احفظ القانون عشان اعرف بقى الطريقه اللي انا هحل بيها. طيب اول حاجه هنتكلم عنها وهي المين بتساوي الاي اوف الاكس. تمام، بتساوي الاي اوف الاكس دي بتساوي ايه؟ بتساوي الاكس بي اوف الاكس، بتساوي اللي جوه الاي اللي جوه القوس اللي عندي ده بي اوف الاكس. تمام. طيب القانون اللي عندي بيساوي ايه؟ بيقول لي ان البي اوف الاكس بتساوي ال ان اكس بي اس اكس واحد ناقص البي الكل اس الاكس. القانون ده حفظ. هاخد القانون ده وهبدا ان انا اعوض بيه في السمشن اللي فوق ده. تمام، اللي هو بتاع المين. يعني هنا بيقول لي ان المين بيساوي الاي اوف الاكس، والاي اوف الاكس دي اصلا بتساوي سمشن اكس بي اوف الاكس. فانا هاجي هنا على هسيب الاكس ثابته زي ما هي، والبي اوف الاكس دي هشيلها وهبدا ان انا احط القانون اللي عندنا. فبالتالي لازم نكون حافظين القانون ده. طيب تعالوا نحط القانون. حطينا القانون بالشكل ده. طيب ايه اللي اتغير؟ غيرنا ان احنا الان اكس فكيناها طلعت ده هنفكها تبقى عامله ازاي؟ هتبقى مضروب الان على مضروب الاكس على مضروب الاكس في الكل ان ناقص الاكس مضروب. تمام، دي اول حاجه عندنا الان اوف الاكس. قلنا هتفك ازاي؟ مضروب اللي فوق على مضروب اللي تحت، يعني ونطرحهم من بعض في مضروب. يعني ان مضروب على الاكس مضروب، وجوه القوس كده هكتب ان ناقص الاكس الكل مضروب. ده اول حاجه. طيب بعد كده هعمل ايه؟ هاخد الاكس مضروب اللي تحت دي وافكها. طيب ليه هفكها؟ عشان عايز اضيع الاكس اللي بره. فالاكس المضروب لما لو عندي اي مضروب مثلا اكس مضروب ده عايز يتفك، طيب هفكه ازاي؟ هيبقى الاكس بعدين اكس ناقص الواحد وبعدين اكس ناقص 2. بفضل ماشي بنفس الطريقه كده الى ما لا نهايه. تمام، انا هنا محتاج ان انا افكه كام مره؟ محتاج افكه مره واحده. ليه؟ لان انا هطير الاكس اللي بره دي. طب انا لو عندي بره اكس ناقص الواحد، لا يبقى هفكه مرتين. يبقى عندي هنا اكس ناقص 2 هي اللي هتبقى ثابته، واللي بره ده هو اللي هيطير معايا. انا عندي في السؤال هنا اللي بره اللي ثابت هو الاكس، فخلاص انا هفك الاكس اكس ناقص الواحد. فبالتالي هتبقى زي ما انتم شايفين كده ان مضروب على هتبقى سمشن الاكس ان مضروب على الاكس في الاكس ناقص الواحد مضروب، والان ناقص الاكس مضروب بي اوف الاكس واحد ناقص البي الكل ان ناقص الاكس. هاجي اطير الاكس اللي عندي دي مع الاكس اللي عندي دي، هيتبقى عندي زي ما انتم شايفين كده. طيب انا عايز اوصل لايه؟ انا عايز اوصل ان الجزء اللي تحت عندي هنا ده يكون هو الاس بتاع البي، لكن الجزء اللي تحت هنا ده هو الاس بتاع الواحد ناقص البي. طيب انا بعد ما وصلت عند الخطوه دي ايه اللي حصل؟ ثواني نوضح. شيل الكلام ده كله كده. قلنا اهو انا بعد ما وصلت للخطوه دي عايز اعمل ايه؟ عايز اخلي ان الجزء اللي تحت الان مضروب ده يكون هو الاس بتاع البي، لكن الجزء اللي تحت هنا ده اللي هو الان ناقص الاكس مضروب ده يكون الاس بتاع الواحد ناقص البي، يكون الاس بتاع الواحد ناقص البي، عشان اول ما يوصل للحته دي يبقى كل اللي جوه السمشن عندي بيساوي الواحد. طيب تعالوا نشوف احنا هنعمل ايه دلوقتي. احنا عندنا الاس اللي تحت ده مش هنقدر ان احنا نحوله لنفس الاس بتاع البي، فبالتالي انا هروح احول البي الاس بتاعها هو اللي هيتحول للاس اللي تحت ده اللي هو اكس ناقص الواحد. طيب هيتحول ازاي؟ احنا قلنا عندنا السمشن ان مضروب على الاكس ناقص الواحد مضروب والان ناقص الاكس مضروب، ده ثابت زي ما هو. البي دي انا هفكها هخليها بي في بي اس اكس ناقص الواحد، عشان لما ينضربوا في بعض يطلع الناتج بتاعها بي اوف الاكس، فانا كده ما غيرتش حاجه. طيب انا دلوقتي بعد ما حولتها للكلام ده فخلاص بقى انا عندي البي الاولانيه دي ثابت، فبالتالي هاخدها اطلعها بره. تعالوا نفك المضروب اللي فوق ده. ليه بقى لازم افكه؟ عشان انا برضو عايز اللي فوق القوس هنا يكون نفس اللي تحت هنا. لو هنا ان ناقص واحد ففوق لازم يكون ان ناقص الواحد، لو فوق لو تحت ان ناقص اتنين فوق لازم يكون ان ناقص اتنين. فبالتالي انا هفك المضروب الان مضروب ده
هيتفك للشكل اللي عندي ده، هيبقى عندي الان ثابت هيطلع بره، يبقى الان ده ثابت هيطلع بره، والبي دي ثابته هتطلع بره. طيب تعالوا طلعناهم بره هنا اهو في الجزء اللي تحت ده. بعد كده يتبقى عندنا ايه؟ سمشن ان ناقص الواحد مضروب على الاكس ناقص الواحد مضروب الان ناقص الاكس الكل مضروب بي اس اكس ناقص الواحد، وواحد ناقص بي اس ان ناقص الاكس. ده اول حاجه. طالما عندك الجزء اللي تحت هنا ده نفس الاس بتاع البي، وعندك الجزء اللي تحت التاني ده نفس الاس بتاع الواحد ناقص البي، فبالتالي عندك كل الكلام اللي جوه السمشن ده بيساوي الواحد. تمام. فكده الان بي هتبقى مضروبه في الواحد اللي عندك تطلع بتساوي ان بي، وده اول اثبات عندنا بتاع المين. نروح بعد كده على الاثبات الثاني عندنا وهو الفاريانس عندنا بيقول لي ان الاختصار بتاعها هو الفار للاكس او فار لاي حاجه بقى انا شغال عليها. طيب القانون بتاعها بيقول لك ايه؟ بيقول لك ان الاي وفي الاكس تربيع ناقص الاي وفي الاكس الكل تربيع. هنا التربيع على القوس كله، هنا التربيع على الاكس بس. طيب احنا لسه في الاثبات اللي فات بتاع المين اثبتنا ان الاي وفي الاكس دي اصلا بتساوي الان بي، فبالتالي هنا التربيع اللي عندك ده هيتربع على الان بي تطلع ان تربيع بتربيع. دي اول حاجه عندنا. احنا محتاجين نعمل ايه دلوقتي؟ محتاجين ناخد الجزء اللي على الشمال اللي هو اي وفي الاكس تربيع ونبدا ان احنا نثبته. طيب هثبته ازاي؟ قلنا اهو اي وفي الاكس تربيع، قلنا ان احنا بناخد سمشن اللي جوه القوس اللي هو الاكس تربيع، بعد كده البي وفي الاكس. طيب الاكس تربيع ده ثابت معانا هنسيبه زي ما هو دلوقتي، وهنبدا ان احنا نعوض بالقانون اللي عندنا. القانون كان بيقول لك ايه؟ كان بيقول لك ان البي وفي الاكس بتساوي ان اكس بي اس اكس واحد ناقص البي اس ان ناقص الاكس. طيب الكلام ده كله زائد السمشن التاني اللي عندك اللي هو الاكس في البي وفي الاكس. طيب سمشن الاكس في البي وفي الاكس ده نفس اللي احنا اثبتناه في المين، فهيبقى طلعناه بيساوي الان بي، فخلاص ده هيبقى ثابت معاك طول المساله. نروح على الجزء الاولاني هنا اللي هو السمشن بتاع الاكس تربيع ان اكس بي وفي الاكس واحد ناقص البي الكل اس ان ناقص الاكس. طيب هنعمل ايه هنا؟ بيقول لك ان انت هنا الاكس اللي في الاول دي انت عايز تفكها. طيب ليه هتفكها؟ هتفهم دلوقتي. تعالوا نبص في الخطوه اللي بعدها كده. هنا بعد ما فكها تعال نشوف. هو المفروض هنا كنت افك القوس الاول عشان تبقى واضحه انا ليه هفك الاكس. فاحنا هنا لما فكينا القوس في الخطوه اللي تحت دي القوس اللي عندنا اللي هو الاكس مضروب والان مضروب فكيناهم، فيبقى اكس في اكس ناقص الواحد واكس في اكس في اكس ناقص اكس ناقص 2 مضروب. تمام. فالاكس ناقص الواحد الاكس والاكس ناقص الواحد هيضيعوا مع الاكس والاكس ناقص الواحد اللي بره. طيب انا عندي اصلا انا لما فكيت الاكس كانت الاكس اللي في الجزء اللي فوق هنا ده بيقول لي اكس وبعدين فاتح قوس كده اكس ناقص الواحد زائد الواحد، بعد كده ادخل الاكس فخلاص الواحد ده يطلع بره، تبقى عندك اكس الواحد في الاكس تبقى اكس زي ما هي، واكس ناقص الواحد هتبقى زي ما هي، فهتنزل تحت هنا كده في السمشن. طيب يبقى كده وصلنا لحاله ان انا عندي سمشن اكس في الاكس ناقص الواحد، والقانون اللي عندي ثابت زي ما هو ما عملتش فيه اي حاجه، زائد الان بي اللي بره ثابته ملناش دعوه بيها. طيب هعمل ايه دلوقتي؟ قلنا ان احنا عايزين نضيع الجزء اللي بره ده. طب هضيعه ازاي؟ هاجي افك السمشن بتاع الاكس. السمشن بتاع الاكس قلنا طالما عندنا بره اكس في اكس ناقص الواحد فخلاص احنا هنفك السمشن مرتين، تبقى الاكس في الاكس في الاكس ناقص الواحد في الاكس ناقص الواحد، وبعد كده اكس ناقص الاتنين. قلم بيعلق بس. تمام. فاحنا هنا هنفكها الاكس ناقص الواحد واكس ناقص الاتنين في مضروب الان ناقص الاكس الكل مضروب زي ما انتم شايفين كده. هبدا ان انا اطير الجزء الاول ده مع الجزء الاول ده، وفوق انا فوق عندي ان في ان ناقص الواحد في ان ناقص الاتنين. هعمل ايه؟ قلنا ان احنا عايزين نخلي ان الجزء اللي فوق اللي هو ان ناقص واحد او ان ناقص اتنين ده يكون نفس اللي تحت. انا عندي اكس ناقص اتنين ففوق عايز الان ناقص اتنين بس، خلاص يبقى الان في الان ناقص الواحد ده هيطلع بره. تمام. يطلع بره، يبقى عندنا بالجزء ده كده. طيب انا عايز ايه تاني؟ عايز اخلي الاس بتاع البي ده اللي هو البي تربيع ده عايز اخليه للاكس ناقص الواحد. فانا لو خليتها بي لو خليت البي اللي عندي هنا البي في الاكس دي انا عايز اخليها اكس ناقص الواحد. هعمل ايه؟ انا لو خليتها اكس ناقص الاتنين عفوا، انا لو خليتها بي اس 2 في البي اس اكس ناقص 2
هل هيتغير حاجه؟ لا مش هيتغير حاجه. لما اجي اضربهم في بعض هيطلع معايا الناتج بتاعها بي اوف الاكس. فبالتالي انا دلوقتي وصلت الاكس ناقص البي اس اكس ناقص الاثنين. سيبها زي ما هي وخد الثابت اللي عندك اللي هو البي تربيع ده وطلعه لي بره. طيب يبقى كده عندنا بره الان في الان ناقص الواحد، وعندك البي تربيع. الكلام ده كله هيطلع بره السمشن، ويبقى عندك جوه السمشن ان ناقص 2 مضروب على الاكس ناقص الاتنين مضروب هنا اهو في ال n ناقص الاكس مضروب ب اس اكس ناقص 2 1 ناقص البي اس n ناقص الاكس. طالما عندك الجزء الاولاني اللي هنا ده اللي هو ال n الاكس ناقص الاثنين هو نفس الاس بتاع البي، وعندك الجزء اللي تحت ده اللي هو ال n ناقص الاكس هو نفس الاس بتاع الواحد ناقص البي، خلاص كده يبقى عندك الجزء كله، الجزء اللي جوه السمشن ده هيبقى بيساوي الواحد، والان بي ثابته زي ما هي. طيب هنعمل ايه بعد كده؟ نيجي ناخد الجزء اللي بره اللي هو الان في الان ناقص الواحد البي تربيع. تعال نفك. لما تدخل الان على الان تبقى الان تربيع، ان تربيع اضربها على طول في البي تربيع تطلع معاك ان تربيع بي تربيع. بعد كده خد الان اضربها في الواحد تطلع بان ان في بي تربيع تطلع معاك ان بي تربيع بالسالب طبعا عشان الاشاره اللي عندك دي. بعد كده هتحط الان بي زي ما هي زائد الان تربيع بي تربيع دي اللي هي اهنو اللي هي الجزء الاولاني اللي فوق خالص اللي احنا كنا قلنا في الاول ان احنا اثبتناه طلع بان تربيع بي تربيع. خلاص ضيع لي الان تربيع بي تربيع مع الان تربيع بي تربيع يتبقى معاك سالب ان بي تربيع سالب ان بي تربيع زائد الان بي. هتعمل ايه؟ هتاخد الان بي عامل مشترك هيتبقى معاك بي زائد الواحد، ويطلع معاك هنا اهو البي الاشاره السالب اللي عندك دي هتدخل على القوس فيطلع عندك بالشكل ده. وده الاثبات الثاني عندنا بتاع الفاريانس في السؤال بتاع الباينوميال ديستريبيوشن. نروح بعد كده على ثالث حاجه عندنا وهي المومنت. تمام، المومنت او العزوم. طيب عندي قانون لازم احفظه، القانون اللي هو ده بيقول لي ان الاي للاي تي اكس بتساوي اي تي ورفع الاس بتاع الاكس ده على القوس كله بي اكس. يعني قلنا بناخد اللي جوه القوس اللي جوه القوس عندنا بعد كده بنحط بي اكس. طيب انا دلوقتي خدت اللي جوه القوس هنزله زي ما هو في السمشن. هنا هيبقى سمشن بتساوي اي اس تي الكل اس الاكس، وهحط البي اوف الاكس دي هشيلها وهحط القانون اللي عندنا اللي هو الان اكس بي اس اكس واحد ناقص البي الكل اس الان ناقص الاكس. بعد كده هعمل ايه؟ بعد كده انا عندي البي اوف الاكس ده ثابت وعندي الاي للتي اس اكس الاثنين مرفوعين لاس واحد، فهعمل ايه؟ هاخد السمشن هطلع هنا الان اكس زي ما هي وهبدا ان انا اضربهم في بعض، فخلاص تبقى الاي اس تي مضروبه في البي مرفوعه لاس واحد اللي هو الاكس. يتبقى عندنا الواحد ناقص البي الكل اس الان ناقص الاكس، ده الجزء الاخير اللي هنا ده. بعد كده هنزل تحت. ايه اللي حصل هنا؟ بيقول لي هنا ان الاي هنا الناتج بتاعنا هيبقى الاي للتي اي تي بي زائد الجزء الاخير اللي هو واحد ناقص البي الكل مرفوع للاس بتاعك اللي هو الان. ده الاثبات بتاع المومنت اللي عندنا، وده الاثبات الثالث في الباينوميال ديستريبيوشن. هيتبقى لنا بس اللي هو البروبابيلتي او الاحتماليه. طيب عندي برضو قانون الاحتماليه. بص نفس القانون بتاع المومنت بس باختلاف حاجه بسيطه، هنا اي اس تي اكس هنا لا تي اس الاكس بس. طيب هاجي اعمل ايه؟ قلنا هندخل على السمشن تي اس الاكس ثابته زي ما هي والبي اوف الاكس هحط القانون بتاعها. طيب القانون بتاعنا قلنا ايه اللي هو شغالين عليه من الاول خالص ان اكس بي اس اكس واحد ناقص البي الكل اس الان ناقص الاكس. هدخل جوه السمشن هسيبها زي ما هي، قلنا ان ده مرفوع لاس الاكس والبي مرفوعه لاس الاكس، فخلاص هتبقى مرفوعه لاس واحد تي بي الكل اس الاكس، وهنا الواحد ناقص البي اس الان ناقص الاكس ثابته تطلع معاك بتساوي التي بي زائد الواحد ناقص البي الكل اس الان. وده يكون اول اثبات عندنا بتاع الباينوميال ديستريبيوشن. نروح بعد كده على تاني حاجة وهي البواسم ديستريبيوشن. طيب البواسم ديستريبيوشن انا عايز اعمل ايه؟ انا عايز اثبت نفس الاربع حاجات بس بطريقة البواسم. عندي المين وعندي الفاريانس وعندي المومنت وعندي البروبابيلتي. طيب هعمل ايه؟ نفس القوانين زي ما احنا قلنا في الاثبات اللي فات عندنا. طيب بيقول لي ان البي اوف الاكس بتساوي اي اس سالب لامدا اكس على مضروب الاكس. ده القانون بتاعنا ولازم نكون حافظينه عشان لو جه قال لي ان انا لازم اثبته بطريقه البواسون فهشتغل بالقانون ده، لو جه قال لي بطريقه الباينوميال ديستريبيوشن فهشتغل بالقانون بتاع اللي هو كان ان اكس بي اس اكس واحد ناقص البي اس ان ناقص الاكس. طيب نروح هنا على اول اثبات عندنا وهو المين. طيب بيقول لي ان المين بتساوي الاي في الاكس. طيب الاي في الاكس اصلا بتساوي ايه؟ بتساوي سمشن اللي
جوه الاكس بي اوف الاكس. طيب بعد كده عندك سمشن الاكس هتبقى ثابته زي ما هي، البي اوف الاكس هشيلها وهحط القانون اللي عندي اللي هو بيقول لك ايه، بيقول لك اي اس سالب لامدا، لامدا اس اكس على الاكس مضروب. طيب انا عايز اضيع الاكس اللي بره اللي هي الثابت دي، فخلاص هاجي هنا على المقام اللي هو الاكس مضروب ده وهفكه، هتبقى اكس في اكس ناقص واحد. طيب زي ما انتم شايفين كده مضروب، هتبقى اكس في اكس ناقص الواحد مضروب، فخلاص الاكس تضيع مع الاكس، يتبقى عندك اي اس سالب لامدا على في لامدا اكس على الاكس ناقص الواحد مضروب. انا عايز اوصل لايه؟ عايز اوصل ان انا اخلي اللامدا اللي فوق دي الاس بتاعها نفس الاس اللي في المقام. طيب هعمل ايه؟ انا لو خدت اللامدا اللي فوق دي وحولتها للامدا في لامدا اس اكس ناقص الواحد، هل هيحصل حاجه؟ لا مش هيحصل حاجه، لان انا لو ضربتهم في بعض هتطلع معايا لامدا اس اكس زي ما هي. فبالتالي انا وصلت لهنا ان انا عندي لامدا اس اكس ناقص الواحد نفس اللي في المقام، عندي لامدا لوحدها هنا ثابته، خلاص دي هتطلع بره، نطلعها بره هنا. بعد كده ندخل في القانون، طالما عندي الاس بتاع اللامدا نفس اللي في المقام، فانت عندك الجزء كده اللي جوه السمشن كله اللي هو الجزء ده بيساوي الواحد، ويكون كده اثبات المين عندك بطريقه البواسون ده هيبقى بتساوي اللامدا، وده اول اثبات عندنا. نروح بعد كده على الفاريانس. طيب الفاريانس قلنا عندي القانون بتاعها بيقول لك ان الاي اوف الاكس تربيع ناقص الاي اوف الاكس الكل تربيع. طيب الاي اوف الاكس دي اصلا اللي احنا لسه ثابتينها فوق طلعت معايا بايه؟ بلامدا. طيب اللامدا هنا في تربيع على القوس كله، فخلاص هتبقى عندي بلامدا تربيع، ده هتبقى ثابت معانا لحد اخر المساله. عايز اخد الجزء الاولاني اللي هو اي اوف الاكس تربيع ده وابدا ان انا اثبته. هيبقى عندي اللي جوه الاي اللي هو هنا الاكس تربيع هتبقى تنزل زي ما هي بي اوف الاكس، قلنا سمشن اللي جوه الاي اللي هو جوه القوس عندنا هنا ده زي ما هو في بي اوف الاكس. طيب الاكس تربيع في بي اوف الاكس نعمل ايه؟ هتطلع عندك، قلنا هنحول الاكس في اكس ناقص الواحد زائد الواحد، الواحد ده يطلع بره تبقى عندك اكس في اكس ناقص الواحد. طيب عندك البي اوف الاكس زي ما هي زائد السمشن الاكس بي اكس اللي هو طالع معاك كان بلامدا، البي اكس الجزء ده كله كان بلامدا. طيب نروح بعد هعمل ايه بعد كده؟ هروح افك السمشن اللي عندي هحط البي اوف الاكس هشيلها وهحط القانون اللي عندي، فهنا هي الاكس في اكس ناقص الواحد دي ثابته زي ما هي، والبي اوف الاكس هعوض عنها بالاي اس سالب لامدا، لامدا اكس على الاكس مضروب. طيب زائد اللامدا اللي عندنا اللي ثابته. طيب هنزل تحت، انا عايز اعمل ايه؟ هفك المضروب اللي تحت بتاع الاكس ده عشان ابدا ان انا اطير اللي بره، فهيتفك اي في الاكس اس اكس ناقص الواحد اكس ناقص 2 مضروب. خلاص يبقى كده الجزء ده كله هيضيع مع الجزء ده، يتبقى عندي الاي اس سالب لامدا في لامدا اكس على الاكس ناقص الاتنين الكل مضروب زي ما انتم شايفين كده، زائد الثابت اللي عندنا اللي هو اللامدا زي ما طلعناه. طيب هعمل ايه هنا؟ انا دلوقتي عايز اخلي الاس بتاع اللامدا نفس الاس اللي في المقام، هنا الاكس ناقص 2، فخلاص انا فوق هخلي اللامدا اس اكس دي بلامدا اس اكس ناقص 2 في لامدا اس 2. ليه؟ عشان لما اضربهم في بعض تطلع بلامدا اس اكس زي ما هي، وابقى انا ما غيرتش حاجه. خلاص هطلع اللامدا اس 2 زي ما هي بره، ويبقى عندي جوه السمشن بقى عندي الاي اس سالب اللامدا، لامدا اس اكس ناقص الاثنين على الاكس ناقص الاثنين الكل مضروب زائد اللامدا. طيب طالما عندي الاس بتاع اللامدا هو نفس الاس اللي في المقام، فبالتالي الجزء اللي جوه السمشن ده كله هيبقى بيساوي واحد زائد اللامدا اللي عندنا، يطلع عندك هنا اللامدا تربيع زائد اللامدا. طيب لامدا تربيع زائد اللامدا تبقى عندك ايه وفي الاكس تربيع طلعت بتساوي الناتج اللي طلعناه ده زائد ناقص الجزء اللي طلعناه في الاول اللي هو كان اللامدا تربيع اللي هنا ده. تمام. طيب هيبقى ناقص عشان القانون اللي عندي هنا فين؟ هنا اهو اللي هو اي اوف الاكس تربيع ناقص اي اوف الاكس الكل تربيع، فهتبقى هنا ناقص مش زائد. يبقى عندك هنا الجزء اللي طلعناه اللي هو كان الاي اوف الاكس تربيع، وهنا الاي اوف الاكس الكل تربيع. طيب نطرحهم من بعض يطلع معاك الناتج بلامدا، وده المطلوب اثباته في الفاريانس عندك بطريقه البواسون ديستريبيوشن. نروح بعد كده على ثالث حاجه وهي المومنت. طيب المومنت عندك بيقول لي ان الاي اوف الاي اس تي اكس بتساوي سمشن الاي اس تي والاكس اترفعت على القوس كله بي اوف الاكس اللي جوه القوس هنا بي اوف الاكس. طيب هتبقى ثابته زي ما هي، وهبدا ان انا اعوض بالقانون. طيب بعد ما اعوض بالقانون تطلع عندك بتساوي سمشن، عندك هنا اس اكس واللي بره ده اس اكس يدخلوا على بعض هنا، فهتبقى سمشن اي اس سالب لامدا وبعدين هفتح القوس يبقى الجزء اللي بره ده
مضروب في اللامدا اكس، يبقى لامدا اي اس تي الكل مرفوع للاس للاس اكس على الاكس مضروب زي ما هي. تمام. اعمل ايه دلوقتي؟ انا دلوقتي عايز الجزء اللي بره عندي هنا. انا وصلنا لفين؟ هنا قلنا ان سمشن اي اس سالب لامدا، لامدا اي اس تي الكل اس اكس على الاكس مضروب. يطلع الناتج عندك هنا، ناتج الكلام ده كله يطلع بيساوي اي اس لامدا الكل اي اس تي ناقص الواحد. تمام. ده اللي هو الحل اللي عندك، او النتيجه اللي طلعت عندك بتاعه المومنت، ده المطلوب اثباته ثالثا. نروح بعد كده على اخر حاجه عندنا، وهي البروبابيلتي، اللي هي بيقول لك القانون بتاع الاي اس تي، اي للتي اوف التي اس الاكس. طيب اي اوف التي هتدخلها جوه السمشن زي ما هي، ونحط جنبها البي اوف الاكس زي ما انتم شايفين كده. طيب بعد ما عملت كده هعمل ايه؟ هروح ان انا اشيل البي اوف الاكس دي، واحط القانون اللي عندنا اللي هو الاي اس سالب لامدا في لامدا اكس على الاكس مضروب. طيب بعد ما عملته خلاص، عندي هنا اللامدا اس اكس واللي بره ده اس اكس، خلاص يدخلوا هنا في قوس واحد، يطلع زي ما انت شايف كده. طيب يطلع معاك السمشن ده الاخير، ناتج السمشن ده هيطلع معاك بالاي اس اللامدا الكل اس تي ناقص الواحد. وبكده نكون خلصنا الاثبات بتاع البواسون ديستريبيوشن. ونروح بعد كده نشوف عندنا حاجه اسمها الكورليشن. ده بص، ده الحاجه الوحيده في المنهج اللي بتتفهم مش بتتبصمج من الاخر كده. يعني هنا انت هتفهم عشان تعرف تحل، مش هتحفظ بس. طيب بيقول لك هنا الاس اكس واي بتساوي سمشن اكس ناقص الاكس نود الكل واي ناقص الواي نود على الان. طيب الاكس كده بتساوي ايه؟ بتساوي سمشن الاكس على الان عندك اللي هي عدد العناصر اللي موجوده عندك في الجدول. هيجي لك جدول زي ده. طيب تعالوا نشوف الجدول ده بيقول لك ايه. بيقول لك عندك العناصر بتاعت الاكس وعناصر الواي. لو جيت تعد العناصر دي فيطلع الان عندك بتساوي التسعة. نبدا ان احنا نعمل جدول مبدئي. الجدول ده بنحط فيه ايه؟ بنحط كل الحاجات اللي احنا عايزينها في القانون بتاعنا. طيب هنشتغل في 5 طرق، هنركز على على طريقتين بس، والثلاث طرق اللي معانا اللي هم الاخر مش مهمين قوي، فمش هنركز عليهم. طيب نروح مع بعض كده. جينا اهو، اول عمود في هنا الاكس، تاني عمود فيه الواي، بعد كده ربعت الاثنين، بعد كده ضرب الاكس في الواي. طيب نحط كل العناصر بتاعه الاكس والمجموع بتاعها اللي هو السمشن هيبقى بيساوي ال 85، الواي تبقى ب 71، الاكس تربيع يطلع معاك 855، والواي تربيع يطلع معاك ب 595، والاكس في الواي يطلع معاك ب 708. طيب اول طريقه عندنا وهي البيرسون ميثود. طيب البيرسون ميثود دي يعني بيقول لي ان الار بتساوي ان ان في سمشن اكس واي ناقص سمشن الاكس في سمشن الواي على جذر جذر الان سمشن اكس تربيع ناقص الاكس سمشن الاكس الكل تربيع. هنا سمشن الاكس تربيع ناقص سمشن الاكس الكل تربيع ان الواي سمشن الواي تربيع ناقص الواي سمشن الواي الكل تربيع. وابدا ان انا اعوض في القانون على طول، يطلع معاك الناتج بيساوي 877 من 1000. ودي قيمه الار اللي عندنا. دي اول طريقه عندنا. نروح بعد كده على الطريقه الثانيه وهي الميثود اوف ديفيجن. طيب بيقول لي ان الار بتساوي سمشن اكس ناقص الاكس نوت واي ناقص الواي نوت على جذر سمشن اكس الاكس نوت كل تربيع في سمشن الواي ناقص الواي نوت كل تربيع. طيب انا دلوقتي عايز اجيب الحاجات اللي جوه القانون بتاعي. انا بعمل الجدول على اساس ايه؟ على اساس القانون. شوف انا محتاج ايه في القانون وببدا ان انا احطه في الجدول. طيب عندك هنا طلعنا قيمه الاكس نوت تطلع بسمشن الاكس على الان، تطلع معاك 85 على التسعة، تطلع معاك 9.44. بعد كده الواي طلعت معاك بتساوي 7.88. ده اول حاجه طلعناها. طيب نشوف هنا عندنا الاكس، عندنا الواي، عندنا الاكس ناقص الواي نوت دي عشان موجوده في القانون فانا محتاجها، فخلاص اطلعها في الجدول على طول كحل مبدئي. بعد كده الواي ناقص الواي نوت تطلع معاك برده في الجدول بالناتج اللي انت شايفه ده كحل مبدئي برده. وعندك حاصل ضربهم في بعض اللي هو اللي فوق كله اللي هو البسط كله، فهيبقى في الخانه اللي عندي هنا. بعد كده تربيع الاثنين هيبقى تحت، تربيع الاكس وتربيع الواي يعني حصل طرحهم. فخلاص نيجي هنا نعوض في القانون مباشر. فخلاص هنعوض في القانون يطلع معاك الناتج بيساوي 877 من 1000. طالما بص لازم يكون الحل بتاع الطريقتين او الثلاث طرق، او لو هتحل بال5 طرق فلازم يكون الحل بتاعهم او الناتج اللي طالع معاك قريب من بعضه، يا اما نفس الناتج.
تمام. نروح بعد كده على حاجه اسمها دول الثلاث طرق انا كتبتهم القوانين بتاعتهم بس كده، ابص عليهم بصه سريعه. ولو عايز تبدا ان انت تحل مثلا بيهم فخلاص خد نفس المثال وابدا ان انت حل بالثلاث طرق اللي عندك دول. طيب بيقول لي هنا الستاندرد جريد، بيقول لي ان الار بتساوي سمشن الزد اكس زد واي على الان ناقص الواحد. هنا بيقول لك ازاي هتجيب الزد اكس وازاي هتجيب الزد واي. طيب نروح بعد كده على الكوفرنس ميثود. بيقول لي ان الار بتساوي الاس اكس واي على الاس اكس في الاس واي. بيقول لي هنا ازاي هتقدر ان انت برضو تجيب الاس اكس واي بالقانون بتاعك كله هيبقى تعويض. بعد كده عندك اخيره الطريقه الاخيره اللي هي اللينير كورليشن بيرسون ميثود. تمام. هتعمل ايه؟ بيقول لي ان الار بتساوي الان في سمشن اكس واي ناقص سمشن الاكس في سمشن الواي على جذر الان سمشن اكس تربيع ناقص سمشن الاكس الكل تربيع. انا باخد سمشن التربيع الاول على الاكس، بعد كده التربيع بيبقى على القوس كله في الان سمشن الواي تربيع ناقص سمشن الواي الكل تربيع. تمام. نروح بعد كده على حاجه اسمها الجيومتريك. طيب الجيومتريك عندي برضو قانون هبدا ان انا اخده واعوض فيه عشان اطلع فيه اطلع نفس الاثباتات اللي عندنا. بس انا بقول لك ان الجيومتريك مش مهم عندنا قوي، فانت بص بس على القوانين بص سريعه، لكن مش شرط ان انت تحل او تعمل الاثبات بتاعه. تمام. فهنا سريعا كده البي اوف الاكس بتساوي بي في الكيو اس الاكس ناقص الواحد. طيب بيقول لي هنا اول حاجه المين بتساوي الاختصار بتاعها اللي هو الام بتساوي اي اوف الاكس بتساوي الواحد على البي. دي النتيجه اللي انا هوصل لها في الاخر. تمام. نروح بعد كده على تاني حاجه وهي الفاريانس. بيقول لي هنا ان الفار اكس ده الاختصار بتاع الفاريانس بيساوي السيجما تربيع بتساوي الكيو على البي تربيع. طيب ده الحل اللي انا هوصل له برده، وبيقول لي ان هو بيساوي 1 ناقص البي على البي تربيع، وكمان بيقول لي ان الواحد ناقص البي ده هو احتمال الفشل والبي تربيع ده احتمال النجاح. ما تركزش قوي على الجيومتريك، في حاجات اهم من ده. طيب ناخد برضو القوانين نكملها. بيقول لي ان المومنت بتساوي الام اكس الكل تي بتساوي اي اوف الاي اس تي اكس بتساوي، يطلع معاك الناتج الاخير ده هو الناتج اللي هيطلع بعد ما تعمل الاثبات اللي عندك. بعد كده البروبابيلتي يطلع معاك بتساوي الجي اكس في التي تطلع بتساوي الاي اس تي اس الاكس، يطلع معاك الناتج الاخير ده هو الاثبات بتاعك. طيب نروح بعد كده على حاجه اسمها اليونيفورم ديستريبيوشن، ودي جيت في امتحان السنه اللي فاتت فركز عشان في سؤال من امتحان السنه اللي فاتت جاي في الفاينل السنه دي ان شاء الله. طيب نروح على اول حاجه القانون اللي عندنا. بيقول لي ان الاف في الاكس بتساوي 1 على بي ناقص الاي. طيب هنبه على حاجه الاول قبل ما نبدا اليونيفورم ديستريبيوشن. خليك عارف ان الباينوميال ديستريبيوشن وكمان البواسون الاثنين دول انا بستخدم فيهم السمشن. تمام. السمشن ده يعني بيكون فيهم البي وفي الاكس. تمام. دي اول حاجه انا عايز اقولها. بعد كده عندك اليونيفورم ومعاها النورمال ديستريبيوشن، الاثنين دول انا بستخدم فيهم التكامل يعني الاف وفي الاكس. تمام. دي حاجه مهمه خليك معلمهم كده ان البواسون مع الباينوميال ديستريبيوشن الاثنين فيهم بستخدم السمشن اللي هو البي وفي الاكس، لكن في النورمال ديستريبيوشن واليونيفورم ديستريبيوشن انا بستخدم التكامل اللي هو الاف وفي الاكس. طيب نروح نشوف بعد كده الاثبات اللي عندنا بتاع النورمال ديستريبيوشن. نمسح الكلام ده كله ونروح نبص كده على القانون اللي عندنا. بيقول لي ان الاف اوف الاكس بتساوي 1 على البي ناقص الاي. بيقول لي هنا ان الاكس بتكون اكبر من الاي واقل من البي. هنشوف دلوقتي في المثال اللي هناخده. طيب تعالوا نعمل الاثبات الاول. الاثبات بيقول لي ان انا عايز اثبت المين والفاريانس والمومنت. طيب تعالوا نشوف. هنا المين عندي بتساوي الاف اوف الاكس، هعمل التكامل من اول الايه لحد البي زي المعادله اللي عطوها لك دي، من اول الايه لحد البي اكس اف اوف الاكس. طيب الاكس بحط نفس اللي جوه القوس عندك وبحط بعده اف اوف الاكس. احنا قلنا ان احنا في الباينوميال وفي البواسون كنا بنعمل ايه؟ كنا بنحط بي اوف الاكس، لا هنا هنحط الاف اوف الاكس. طيب بعد كده هنحط التفاضل بتاعها
بعد كده هعمل التكامل زي ما هو اهو، هبدا ان انا اشيل الاف اوف الاكس وهحط القانون اللي عندي فوق اللي هو 1 على بي ناقص الاي للدي اكس. طيب تطلع معاك بتساوي التكامل من ايه للبي، والاكس اللي عندك دي تدخل مكان البسط تتضرب فيه تبقى اكس على البي ناقص الايه دي اكس. طيب هعمل ايه؟ عايز اعمل التكامل دلوقتي، هزود على الاس 1 واقسم على الاس الجديد. خلاص هزود على الاس بتاع الاكس ده 1 واقسم على الاس الجديد، تبقى اكس اس 2 على 2 مضروبه في البي ناقص الايه، تكامل عندك من الايه للبي. طيب يطلع معاك هتعمل ايه دلوقتي؟ هتعوض مره بالايه وهتعوض مره بالبي. طيب تعالى عوض لي مره بالبي، يبقى كده عندك البي تربيع على 2 عن الاكس، يعني انت تعوض عن الاكس خلاص، تبقى عندك البي تربيع على 2 بي ناقص الايه، وعندك ناقص التعويض الثاني اللي هو الاي تربيع الايه هتعوضها، والاكس هنا عشان عليها تربيع فهتبقى ايه تربيع على ال2 ناقص البي، ال2 الكل بي ناقص الايه. طيب بعد ما عوضت هتعمل ايه؟ طلع معاك الناتج اللي انت شايفه تحت ده. تعال نفك اللي فوق ده، البي تربيع ناقص الاي تربيع تطلع معاك ببي ناقص الايه في البي زائد الايه. طيب فكناها خلاص تطلع معاك البي ناقص الايه ده نفس اللي في المقام، فهيطيروا مع بعض يتبقى معاك بي زائد الايه على الاثنين، وده يكون هو المطلوب عندك، او ده اول اثبات عندك بتاع المين في اليونيفورم ديستريبيوشن. نروح بعد كده على الفاريانس اللي الاختصار بتاعها الفار اكس، اللي هو المفروض بيقول لك ان القانون بتاعها ثابت معانا لحد الاخر. انا من اول من اول الباينوميال ديستريبيوشن وانا بقول لك ان القانون بتاع الفاريانس هيكون ايه للاكس تربيع ناقص ايه للاكس الكل تربيع. احفظ معايا وانت ماشي واحده واحده، وخلي بالك من القوانين عشان دي اهم حاجه عندنا. طيب قلنا ان احنا طلعنا الجزء ده لسه واخدينه دلوقتي اللي هو الاي وفي الاكس ده طلعناه، اللي هو الجزء اللي فوق ده البي زائد الاي على الاثنين، هناخده نربعه في الاخر. طيب خلينا نكمل مع بعض. احنا هناخد الجزء اللي على الشمال ده اللي هو الاي للاكس تربيع، وهبدا ان انا اثبته. طيب هعمل التكامل بتاعي من الايه للبي اللي جوه القوس اللي هو الاكس تربيع، حطه زي ما هو اف اوف الاكس للدي اكس. طيب تعال ناخد التكامل. خدنا التكامل زي ما هو وابدا ان انا فكيت القانون. بعد كده لما فكيت القانون الاكس دي هتدخل على الواحد اللي فوق في القانون اللي هو هنا اهو 1 على بي ناقص الايه، فهتبقى اكس تربيع فين اكس تربيع على البي ناقص الايه للدي اكس. طيب تعالوا نعمل التكامل بتاعنا. التكامل هنزود على الاس 1 وهنقسم على الاس الجديد، فالاكس اس 2 هنا تبقى اكس اس 3 وهقسم على الاس الجديد اللي هي الثلاثه اللي تحت، تطلع معاك اكس اس 3 على الثلاثه لكل البي ناقص الايه، تكامل من الايه للبي بتساوي هنا هعوض مره بالايه وهعوض مره بالبي. هنا اما اعوض مره بالبي تبقى بي اس 3 على 3 بي ناقص الايه، وهنا اي اس 3 على 3 بي ناقص الايه. يطلع معاك الشكل اللي انت شايفه تحت ده. وخلاص انا مش هقدر ان انا ابسطه اكتر من كده، وهيبقى ده هو المطلوب عندنا. هنا الجزء اللي قلنا عليه في الاول ده اللي طلعناه في الجزء الاولاني اللي هو الاي للاكس تربيع، والجزء ده هو اللي احنا قلنا هنربعه في الاول اللي هو طلع اللي هو كان بتاع الاي وفي الاكس الكل تربيع اللي هو كان هنا ده. طيب ده كده يكون الاثبات الثاني بتاع اليونيفورم ديستريبيوشن اللي هو بالفاريانس. نروح بعد كده على المومنت. طيب المومنت برضو القانون ثابت معانا من الاول اي وفي الاي الاس تي في الاكس اف وفي الاكس. احنا كنا بنحط، عشان عايز افكر بس على الحته دي تاني، في الباينوميال في البواسون كنا بنحط مش اف اوف الاكس، كنا بنحط بي اوف الاكس تمام، وكنا بنستخدم السمشن. قلنا في اليونيفورم وقلنا في النورمال ديستريبيوشن احنا بنستخدم اف اوف الاكس او التكامل تمام. خليك عارف الحته دي مهمه جدا جدا عشان اول ما يجي لك السؤال في الامتحان تبقى عارف انت تشتغل بيه على طول. طيب نروح بعد كده الثابت ده هينزل زي ما هو، وهبدا ان انا اشيل الاف اوف الاكس وهحط مكانها القانون اللي عندنا. طيب بعد ما حطيت القانون اللي عندنا يطلع ده هينضرب في الواحد اللي كان في البسط، فيبقى زي ما انت شايف كده اي اس تي في الاكس على البي ناقص الايه دي اكس، كل ده طبعا تكامل من الايه للبي. طيب تعالوا نكمل. هنعمل ايه؟ هبدا ان انا ازود على الاس واحد واقسم على الاس الجديد، يطلع معاك بالشكل اللي انت شايفه ده. الناتج هيطلع معاك بالشكل ده، ده الجزء الاول وده الجزء الثاني. طيب المفروض هنا ان انا هقسم على مشتقة الاس، مش هزود على الاس واحد واقسم عليه، فمشتقة الاس عندنا يطلع معاك زي ما انت شايف كده تمام. طيب تعالوا كده يكون ده الاثبات الثالث بتاع المومنت عندنا. هنا مش مطلوب مننا غير 3 اثباتات بس اللي هم المين والفاريانس والمومنت، مفيش هنا بروبابيلتي. طيب نروح بعد كده
نشوف الحاجه اللي عندنا، الجزء الثاني من المنهج وهو داله الاحتمال المشتركه. طيب يعني ايه اصلا داله الاحتمال المشترك؟ هناخد شويه قوانين كده في السريع، بعد كده نبدا ان احنا ناخد مثال ونشوف هنبدا ان احنا نحل ازاي. طبعا انا هقول القوانين دي دلوقتي هتحس انك مش فاهم اي حاجه، بس في المثال الدنيا هتبقى واضحه معاك. طيب ركز معايا عشان هيبقى في سؤال في الامتحان على الجزء ده، يعني اكيد، وجي برضه في امتحان السنه اللي فاتت كان في سؤالين تقريبا على الجزء ده. فهنا بيقول لك ان اول حاجه الاف اوف الاكس بتساوي سمشن الواي اف اوف الاكس واي، ده اول حاجه. وهنا اف اوف الواي بيقول لك سمشن الاكس اف للاكس، الاكس والواي. طيب هنا بيقول لك ان الاي للاكس بتساوي اي للاكس في الاكس، بتقول لك ان هو بيساوي سمشن الاكس اكس اوف في الاكس. طيب قوانين تلخبط اصلا. هنا بيقول لي ان الاي للواي بتساوي سمشن الواي، جوه السمشن هنا هيكون واي اف في الواي. طيب ننزل تحت بيقول لي ان الاي للاكس في الواي تبقى سمشن الاكس لوحدها، سمشن الواي لوحدها، وبعد كده الاكس في الواي، بعد كده اف وفي الاكس في الاكس والواي. طيب ننزل تحت، عندك اي اس الاكس تربيع تطلع بتساوي سمشن الاكس في الاكس تربيع اف اوف الاكس. ده بنحط اللي جوه القوس زي ما هو، وبعد كده بنحط بعده اف اوف الاكس. والواي نفس الكلام، تبقى سمشن الواي واي تربيع اف اوف في الواي بقى، مش الاف اوف الواي مش الاكس. طيب ننزل بعد كده نشوف الفاريانس او الفار للاكس بتساوي نفس القانون اللي لسه قايلين عليه من شويه. هنا اي وفي الاكس تربيع، هنا التربيع على الاكس ناقص اي وفي الاكس الكل تربيع، هنا التربيع على القوس كله. بعد كده بيقول لي الواي نفس الكلام. طيب بعد كده بيقول لي ان الكوفرنس بتساوي ده الاختصار بتاع اللي هو السي او اف او الكوف، اختصار للاكس للواي بتساوي اي وفي الاكس واي ناقص اي وفي الاكس في الاي وفي الواي. وده القانون بتاع البي اللي عندنا. بيقول ان البي للاكس والواي بتساوي كوف اكس، اللي هو القانون اللي هنطلع الناتج اللي فوق ده نبدا ان احنا نعوض بيه تحت هنا في القانون اللي انت شايفه ده. تعال نشوف المثال عشان كل حاجه تكون واضحه معانا، بلاش العك اللي احنا عمالين نقوله ده. يلا بينا. بيقول لك هنا مثال هيبقى عندك بنفس الشكل ده، تمام. انت محتاج ايه من المثال ده؟ محتاج الجزء اللي فوق ده اللي هو الاكس والواي، ومحتاج المعادله اللي عندك دي. عايز هنا تثبت له الحاجات دي كلها. اول حاجه الكي، تاني حاجه الاف اوف الاكس، تالت حاجه لا في نفس المطلوب التاني اف اوف في الاكس والاف اوف الواي. عندك تالت حاجه الاي للاكس والواي، والكوفرينس للاكس والواي، والبي للاكس والواي. عندك رابع حاجه الاي للاكس على الواي، وعندك الاي للواي على الاكس عكس بعض. وبعدين عايزك تشوف الاكس والواي ده اندبندنت ولا لا. طيب تعالوا نشوف اول حاجه مع بعض، او نبدا ان احنا ناخدها واحده واحده كده. شوف اول مطلوب عندنا، يعني عايز اطمنك واقول لك ان المثال ده يا دوبك بيتحل في 4 5 ورقات. فما اعرفش الامتحان هيبقى عامل ازاي، بس الامتحان ان شاء الله هيكون بابل شيت. طيب بابل شيت بقى ما اعرفش الدكتور هيقرر ازاي في جزء المقالي ده، بس ان شاء الله يعني الامتحان مش هيبقى صعب باذن الله. نروح على اول حاجه عندنا وهي الاف في الاكس والواي بتساوي، انا هاخد الجزء اللي بره عندي في القانون هنا واساويه بالمعادله اللي جوه. طيب انا هنا هشتغل بالسمشن، هاخد الاكس عندي من 0 1 2، يعني من الصفر للاتنين. عندي الواي من الواحد للتلاته، تمام. فهاجي هنا اهو السمشن الاكس بتساوي صفر لحد الاتنين، وصب بعد كده سمشن الواي بتساوي الواحد لحد التلاته، اف اوف الاكس بتساوي واحد، هساوي الجزء ده كله بواحد. طيب تعالوا نشيل اف اوف الاكس واي ده، وابدا ان انا احط المعادله اللي عندي اللي هي بتساوي الكي للاكس زائد الاتنين واي. طيب لما اجي افكها انا عندي الكي هيبقى ثابت، فهطلعه بره السمشن هنا. فخلاص بالتالي هيبقى زي ما انت شايف تحت كده، كي سمشن الاكس وسمشن الواي اكس زائد الاتنين واي، الكلام ده كله بتساوي الواحد. هبدا ان انا افك سمشن، يعني هاخد اول واحد بتاع الواي، بعد كده طلع الناتج بتاعه، وبعد كده افك السمشن بتاع الاكس. طيب تعالوا نفك السمشن. هنفك السمشن ازاي؟ بص تحت هنا، انت عندك من الواحد للتلاتة، فانت هتاخد القوس ده 3 مرات. كل مرة هتعوض بقيمة معينة عن الواي، هتعوض مرة بالواحد ومرة بالاتنين ومرة بالتلاتة. فانت لما عوضت مرة بواحد يطلع معاك اكس زائد الاتنين في الواحد، زائد اكس زائد الاتنين، هتعوض بقى بالاتنين، بعد كده الاكس زائد الاتنين تعوض بقى بالتلاتة. وكده يبقى انت عوضت من السمشن من اول الواحد لحد التلاتة، يطلع معاك هتساوي الكلام ده كله بواحد، يطلع معاك الجزء ده كله ب 3 اكس زائد ال 12. طيب 3 اكس زائد ال 12
هنا الكلام ده كله طبعا بيساوي واحد. فخلاص تعالوا نفك بقى السمشن بتاع الاكس. تعالى السمشن بتاع الاكس هتعمل ايه؟ هتعوض من اول الصفر لحد الاثنين، يعني مره بالصفر ومره بالواحد ومره بالاثنين. تعالى نعوض. يبقى هنا 3 في صفر زائد ال 12 ده اول واحد، بعد كده 3 في 1 زائد ال 12، بعد كده 3 في 2 زائد ال 12، الكلام ده كله بيساوي الواحد. يطلع اللي جوه القوس ده كله بيساوي ال 45، وكان عندك الكي بره لوحدها، يبقى كده عندك 45 كي بتساوي الواحد، يبقى الكي بتساوي واحد على ال 45، وده اول مطلوب عندنا وهو الكي. نروح بعد كده على المطلوب التاني اللي عندنا وهو الاف اوف الاكس والاف اوف الواي. طيب تعالى ناخدهم واحده واحده كده. القانون بتاع الاف اوف الاكس بيقول لك ان السمشن الواي اف اوف الاكس والواي، تمام؟ ده القانون. هنا لو هتستخدم الاف اوف الاكس فالسمشن هيبقى للواي، لكن لو هتستخدم اف اوف الواي فالسمشن هيبقى عندك للاكس. طيب تعال ناخد القانون اللي عندنا فوق ده ونبدا ان احنا نحل. هنعمل ايه؟ اف اوف الاكس والواي ده كان بيساوي الكي، وبعدين المعادله اللي عندك اللي هي الاكس زائد الاتنين واي. طيب طلعنا الكي عندك بتساوي 1 على 45، فخلاص هتبقى السمشن زي ما انت شايف كده، وهنا الواحد على 45 اللي هي قيمه الكي، وهنا القوس اللي عندك ثابت زي ما هو. طيب الواحد على 45 ده ثابت فهيطلع بره السمشن، يطلع بره السمشن يبقى زي ما انت شايف تحت كده. طيب تعالى هنا هفك السمشن بتاع الواي. قلنا هنفكه ازاي؟ هنا الواي بتساوي 1 لحد التلاتة، فخلاص انت هتاخد الواي مره بواحد ومره باتنين ومره بتلاته. تعالى عوض يا باشا، يطلع معاك الواحد على 45 والقوس هيبقى فيه 3 اكس زائد ال 12، وده يبقى الاف اوف الاكس، تمام؟ دي اول حاجه. بعد كده تعالى خد الاف اوف الواي. بيقول لك ان سمشن الاكس الاف اوف الاكس والواي نفس الكلام، هتاخد الاف اوف الاكس والواي هتطلعها تبدا ان انت تحط القانون بتاعها مكانها، اللي هو بيقول لك ايه؟ بيقول لك ان الكي اللي هو فوق هنا بيقول لك ان الكي للقوس اكس زائد 2 واي. طيب تعالى نطلع قيمه الكي بواحد على 45 تطلع بره السمشن زي ما هي، يبقى عندك زي ما انت شايف بالشكل ده بنفس الطريقه. تعالى نفك السمشن بتاع الاكس. قلنا ان الاكس بتساوي الصفر لحد الاثنين، فخلاص هتعوض مره بالصفر مره بالواحد ومره بالاثنين زي ما انت شايف كده. هيطلع معاك الناتج 1/45 الكل 3 زائد 6 واي. يطلع ده الاوف اوف الاكس اف اوف الواي اللي عندك، تمام؟ يبقى كده عندك الناتج الاول اهو والتاني اهو، وده يكون كده خلصنا المطلوب التاني. نروح على المطلوب التالت وهو بيقول لك ان الاي للاكس في الواي. طيب القانون بتاعها بيقول لك هتعمل السمشن بتاع الاكس في السمشن بتاع الواي في الاكس والواي اف اوف الاكس والواي. لازم القوانين دي تتحفظ، مش عارف ازاي بس لازم تتحفظ يعني، او تتبصمج بقى. المهم هاجي هنا على السمشن بتاع الاكس. قلنا ان الاكس بنبدا من الصفر لحد الاثنين. خلي بالك انا باخد الصفر والاثنين والواحد والثلاثه ده على اساس ايه؟ تعال نفتكر. احنا لو رحنا المساله هنا قال لك فوق اهو، قال لك غير كده، قال لك اهو الاكس بتساوي صفر واحد اتنين، يعني من الصفر لحد الاتنين. الواي بتساوي واحد اتنين تلاته، يعني من الواحد لحد التلاته. ده بيبقى عطولك في السؤال. طيب نروح على المطلوب التالت اللي عندنا ونبدأ ان احنا نكمل. طيب المطلوب التالت احنا كنا فين؟ كنا هنا اهو. قلنا ان الاي اوف الاكس والواي بتساوي سمشن الاكس في سمشن الواي اكس واي الكل اف اوف الاكس والواي. طيب تعالى هات السمشن بتاع الاكس يبقى من الصفر لحد الاثنين، السمشن بتاع الواي يبقى من الواحد لحد الثلاثه، اكس واي ثابته زي ما هي، وهشيل الاف اوف الاكس واي وهحط مكانها القوس اللي عندك اللي هو الكي الاكس زائد الاتنين واي. طيب الكي طلعت معاك بواحد على 45 تبقى ثابته زي ما هي، تطلع بره السمشن. يبقى كده واحد على 45 سمشن الاكس بعد كده سمشن الواي، وهبدا ان انا ادخل الاكس واي دي على القوس اللي عندك هنا. يبقى هنا اكس واي مضروبه في الاكس تطلع باكس تربيع واي هنا اللي هي الاولى دي، بعد كده زائد الاكس واي مضروبه في الاتنين واي تطلع معاك 2 اكس واي تربيع اللي هو الجزء الثاني في القوس. بعد كده تعالى ناخد السمشن بتاع الواي نفكه، بعد كده ناخد السمشن بتاع الاكس نفكه. نطلع السمشن بتاع الواي الاول، يطلع معاك الناتج بيساوي هنا اهو. هنا بعد ما حسبنا السمشن انا ما طلعتش ناتج هنا، بس المفروض هحسب يعني الكلام ده كله، القوس ده والقوس ده والقوس ده هحسبه وابدا ان انا اطلع الناتج بتاعه. لا هنا هنا التكمله اهي، بس انا كاتبه باختصاص. حليت السمشن الاتنين مع بعض يطلع واحد على 45
هنا سمشن الاكس، وهنا القيمه بتاعه السمشن بتاعه الواي طلعت ب 6 اكس تربيع زائد 28 اكس. طيب تعالى ناخدها ونبدا ان احنا نفك السمشن بتاع الاكس، نعوض مره بالصفر مره بالواحد مره بالاثنين، تعويض في الاقواس زي ما انت شايف كده. هعوض اول مره بالصفر هنا، بعد كده هعوض بالواحد، بعد كده هعوض بالاثنين. طيب يطلع معاك 1 على 45، واللي جوه القوس ده كله هيطلع ب 114، يبقى 114 على 45 ده المطلوب الثالث بتاع الاي وفي الاكس واي. نروح بعد كده المطلوب الرابع اللي عندك، عايز الاكس على الواي وعايز الواي على الاكس. طيب الاكس على الواي بتساوي ايه؟ بتساوي الاف اوف الاكس واي على الاف اوف الواي. انت الحاجه اللي بتقسم عليها هي اللي بتبقى تحت. هنا الاي اوف الواي على الاكس تطلع معاك اف اوف الاكس والواي على الاف اوف الاكس. طيب ناخدها واحده واحده كده. نيجي على الايه للاكس على الواي الاول. بيقول لي هنا انا هاخد الاف اوف الاكس اللي فوق دي وهبدا ان انا اعوض عنها بالقانون. القانون كان بيقول في المعادله اللي كانت عندك في السؤال، المعادله بتقول لك ايه؟ بتقول لك ان الكي الكل اكس زائد الاثنين واي. الكي طلعناها بواحد على 45 فدي ثابته زي ما هي، تبقى عندك البسط زي ما انت شايف كده. بعد كده تنزل مقام اف اوف الواي لسه مطلعينها من شويه، تطلع ده الناتج بتاعها. بعد كده هتطير الواحد على 45 يطلع يطير مع الواحد على 45، بقى معاك القوس اللي انت شايفه ده، وده يكون قيمة ال الاكس على الواي، الاي للاكس على الواي. نروح بعد كده نحسب بنفس الطريقة الاي للواي على الاكس. هنحسب هنشيل الاف في الاكس واي ونحط القانون بتاعنا، بعد كده الاف في الاكس ونحط القانون بتاعنا، طير 1 على 45 مع 1 على 45 يطلع معاك القوس اللي انت شايفه ده. طيب نعمل ايه بعد كده؟ القانون بتاع الاكس على الواي، الاي للاكس على الواي، بيقول لك ان سمشن الاكس اف اوف الاكس. بعد كده انت الحاجه اللي انت يعني انت هتاخد الاكس هي اللي هتقسمها على الواي، تمام؟ فالاكس عندك البسط تبقى من الاخر سمشن الاكس اف اوف الاكس. لكن لو جيت هنا على الواي فهتبقى سمشن الواي، لو جيت هنا الواي على الاكس يعني تبقى سمشن الواي اف اوف الواي. طيب ناخدها واحده واحده. هنا سمشن الاكس على الواي سمشن اكس في الاف اوف الاكس. هتعمل ايه؟ هتفضل ماشي بنفس الطريقه اللي احنا شغالين عليها من اول ما بدانا الفيديو خالص. هتسيب الاكس زي ما هي، اف اوف الاكس شيلها وابدا عوض بالناتج اللي انت طلعته فوق. هتشيلها وتحط القوس زي ما انت شايف كده. بعد كده تبدا ان انت تفك السمشن، تعوض من الصفر لحد الاثنين، مره بالصفر مره بالواحد ومره بالاثنين، يطلع معاك الناتج كده، وده هيكون ناتج الاي للاكس على الواي. طيب قلنا ان الكلام ده كله بيساوي واحد. تعالى نعوض عن هنا الواي هتبقى الواي هنا بتساوي واحد، فخلاص انت هتبدأ ان انت تعوض. يبقى 5 زائد 6 في واحد و3 زائد 6 في الواحد تطلع معاك بتساوي 11 على 9، وده قيمة الاي للاكس على الواي. دي اول حاجة في المطلوب الرابع. بعد كده نشوف اي للواي على الاكس. هنا اتلخبطت وكنت حليت بنفس الطريقة اللي فوق، تمام؟ فالشخبطة دي انا ما هقش ان انا اعيد الكتابة تاني عشان الوقت بس، وكده كده الفيديو هينزل متأخر كمان. فعندي السمشن هنا الواي على الاكس، فخلاص يبقى سمشن الواي هنا المفروض واي بتساوي واحد، واي بتساوي الواحد لحد التلاتة للواي. وبعد كده هنا اف اوف الواي هبدا ان انا اشيلها واحط القوس اللي عندي اللي انا طلعته اللي هو الثابت، طلعته فوق هنا ده بتاع الواي على الاكس. بعد كده هروح ابدا ان انا ادخل الواي دي على على البسط اللي عندي، يطلع معاك زي ما انت شايف كده. الواي اللي هنا دي تنضرب في البسط هنا يطلع زي ما انت شايف كده. بعد كده هبدا ان انا افك السمشن. فك اول مره هعوض مره بواحد مره باتنين ومره بتلاته، يطلع معاك هتفضل ان انت تحسبها كلها كده في الاخر. وهنا عندك الواي على الاكس بصفر لكن الاكس على الواي بواحد، تمام؟ فعندك هنا يطلع الناتج ب 28 على ال 12، تمام؟ وده يكون المطلوب الرابع اللي عندك. نبص مع بعض على المطلوب الثالث اللي عندنا. المطلوب الثالث احنا كنا طلعنا فيه اول حاجه بس اللي هي كانت الاي للاكس والواي، لكن كان ناقص لنا حاجتين فيه اللي هي الكوفيجن للاكس والواي، وكمان كان البي للاكس والواي. طيب هنعرف دلوقتي احنا سيبناهم ليه، لان احنا كنا محتاجين نطلع شويه حاجات في المطلوب الرابع هنحتاجها هنا. طيب تعالوا نشوف. بيقول لي هنا الاي وفي الاكس ده في المطلوب الثالث، سمشن الاكس اكس اوف الاكس يطلع بتساوي 1 على 45 والسمشن، وهحط الداله اللي عندي ثابته زي ما هي، وهبدا ان انا افك السمشن واطلع الناتج يطلع معايا 51 على ال 45، وده الاي اوف الاكس. طيب اي اوف الواي نفس الطريقه، سمشن الواي واي اف اوف الواي تطلع معاك بنفس الشكل كده. تبدا ان انت تفك السمشن
السمشن هتدخل واي الاول على القوس، بعد كده تفك السمشن، الواي دي هتدخل على القوس هنا، بعد كده تفك السمشن اللي عندك ده من اول الواحد لحد هنا شغال على الواي، فمن واحد لحد التلاتة. تمام. تعوض بالمره بالواحد ومره بالاثنين ومره بالثلاثه، وهيطلع معاك الناتج بيساوي 102 على ال 45. طلعنا الاي في الاكس والاي في الواي عشان نقدر ان احنا نطلع الكوفيجن بتاع الاكس والواي. طيب تعال نشوف القانون بيقول لك ايه. بيقول لك ان الكوفيجن اكس والواي بيساوي اي للاكس والواي ناقص الاي للاكس في اي للواي. يطلع معاك هنا كوفيجن الاكس والواي على بعضه اللي احنا طلعناه في الاول، مطلوب الاول هنا فين بقى، اللي هو هنا اهو المطلوب ده، يطلع معاك 114 على 45. طيب يبقى هنا 114 على 45 اللي هو الجزء الاولاني ناقص اي للاكس، طلعت معاك 51 على 45 مضروبه في الاي للواي اللي هي 102 على 45، يطلع معاك الناتج سالب 8 على 225. وده يكون تاني حاجه في المطلوب الثالث. طيب نروح بعد كده على تالت حاجه في المطلوب الثالث اللي هي البي للاكس والواي. طيب انا عشان اطلع البي للاكس والواي القانون بتاعها اصلا بيساوي ايه؟ نبص عليه هنا اهو، بيقول لي ان البي اكس والواي بتساوي الكوفيجن اللي احنا لسه مطلعينه دلوقتي على فار اكس للفار وفار مضروبه في الفار واي. جميل. فعندك الفيريانس الاكس والفيريانس الواي، انا عايز اطلعهم الاول قبل ما ابدا ان انا اجيب البي. طيب هنا عشان اطلع الفيريانس اصلا هعمل ايه؟ اطلع الاي وفي الاكس تربيع. اي وفي الاكس تربيع اصلا هتطلع بتساوي سمشن الاكس بتساوي صفر لحد الاتنين. طيب من الصفر لحد الاتنين، وهنا اللي جوه القوس زي ما هو اللي هو الاكس تربيع اف اوف الاكس. هنعوض بالاف اوف الاكس بالداله القانون اللي عندنا، الداله اللي مش قانون، الداله اللي موجوده عندنا في السؤال، اللي هي نرجع لها في الاول نبص عليها في السؤال، اللي هي المفروض دي، او هنا الاف اوف الاكس. لا هنا انت مش تعوض بالداله اللي في السؤال، هنا الاف اوف الاكس، معلش انا تهت هنا. اف اوف الاكس هنا اللي احنا لسه مطلعينها من شويه. تعالوا نبص نشوف اف اوف الاكس اللي هي كانت اللي فوق هنا دي، طلعت المعادله بتاعتها هنا اهي. تمام. اللي هي ده كان الحل بتاعها، طلع الناتج فين هنا اهو 1 على 45 3 اكس زائد ال 12. طيب تطلع هنا 3 اكس زائد ال 12 1 على 45 طلعناها بره عشان هي ثابته. طيب ننزل بعد كده هندخل اكس تربيع دي على القوس. طيب الاكس تربيع تدخل على القوس يبقى 3 اكس اس 3 زائد ال 12 اكس تربيع، وعندك السمشن بتاع الاكس من الصفر للاثنين. هبدا ان انا افك السمشن، يطلع معايا الجزء اللي جوه ده كله بيساوي 87 مضروبه في الواحد على 45 اللي هي الثابت اللي بره، يطلع معاك ب 87 على ال 45. طيب اي في الاي للواي تربيع تطلع بنفس الشكل. هبدا ان انا احط السمشن اللي جوه القوس، بعد كده اف اوف الاكس، هبدا ان انا اشوف اف اوف الاكس طلعتها بكام، تطلع معاك وهجيب الناتج بتاعها هنا. المفروض هنا 1 على 45 الكل 3 زائد ال 6 واي. طيب 1 على 45 تطلع بره عشان هي ثابت، والسمشن هبدا ان انا ادخل واي هنا الاول على القوس، بعد كده افك السمشن اللي عندي يطلع معاك ب 258 مضروبه في 1 على 45 تطلع 285 على ال 45، وده يكون الاي للواي تربيع. نروح بعد كده بقى نشوف المطلوب اللي هو عايزه. عايز ايه؟ بيقول لي عايز البي للاكس والواي. القانون بتاعها بيساوي الكوفيجن اكس واي على جذر الفيريانس الاكس مضروبه في الفيريانس للواي، يطلع معاك فار اكس. عايز اجيب بقى الفار اكس. فار اكس بتساوي ايه؟ بتساوي ايه للاكس تربيع ناقص ايه للاكس الكل تربيع. تمام. هنا للاكس يبقى خلاص، يبقى الاكس تربيع هنا مره على الاكس بس، بعد كده هنا مره على القوس بس. لما عاوز اجيب الفار للواي هتبقى مكان الاكس اللي جوه دي واي، هنا واي تربيع، هنا ايه للواي الكل تربيع، هنا برضو التربيع على القوس بس. ده القانون اللي احنا برضو شغالين عليه من الاول بتاع الفيريانس. تمام. هنا هنروح على الفار اكس اللي فوق هنا، وابدا ان انا اخد الحاجات دي واعوض. ايه للاكس تربيع لسه مطلعها دلوقتي، طلعت معايا ب 87 على 45. كانت لسه في الصفحه اللي فاتت، ناقص ايه للاكس الكل تربيع يبقى 51 على 45 تطلع معاك، هربعها فيطلع معاك الناتج كله بيساوي 146 على 225. بعد كده اطلع الفيريانس للواي بنفس الطريقه كده، هبدا ان انا احط القانون واعوض فيه، يطلع معاك 134 على 225. طيب تعال نعوض بقى في القانون بتاع البي اللي هو في الاول خالص. يبقى عندك الكوفرج بتاع الاكس والواي يطلع معاك بكام؟ كان بسالب 8 على 225 على جذر فيريانس الاكس في فيريانس الواي، يطلع معاك بالناتج اللي انت شايفه قدامك ده.
طيب نروح على المطلوب الخامس، بيقول لك الاكس والواي دول اندبندنت ولا لا. طيب امتى يكون اندبندنت وامتى يكون لا؟ بيكون اندبندنت في حاله، هنا بيقول لك اهو، بيقول لك ان لو الكوفج بتاع الاكس والواي بصفر، بيقول لك ان لو الاف للاكس والواي بتساوي اف للاكس واف للواي. طيب احنا عايزين نرجع نشوف طلعنا الاف للاكس بكام واف للواي بكام. تعالوا نبص ندور عليها. اف للاكس هنا طلعت معاك بالناتج اللي هو هنا ده، اللي هو هنا ده، والاف للواي طلعت معاك بالناتج ده. لو تيجي تشوف الاف للاكس والواي فين، اف للاكس والواي طلعناه، ما علينا. المهم يعني ان هي مش هتبقى بنفس الناتج، فعشان كده مش هيكونوا اندبندنت، تمام، فهتبقى هنا نوت اندبندنت. نروح بعد كده على النورمال ديستريبيوشن ده، انا سبته في الاخر عشان ما كنتش فاهمه اصلا. المهم اللي بيقول لي هبدا ان انا اشتغل بنفس الطريقه. انا هنا بس محتاج ان انا في تعديل هنا، انا مش محتاج المومنت هنا. انا الدكتور ما كانش شرح المومنت اصلا، محتاجين المين ومحتاجين الفاريانس بس. فخلاص تعالى ناخد القانون اللي عندنا. بيقول لي اف اوف الاكس، قلنا اهو ان في النورمال وال اسمها ايه، نفتكر مع بعض هنا. قلنا ان النورمال وقلنا ان اليونيفورم، الاتنين دول بستخدم فيهم الاف اوف الاكس، تمام، اللي هم بستخدم فيهم التكامل، مش بستخدم فيهم السمشن. لكن السمشن كنت بستخدمه في ايه، اللي هو كان البي اوف الاكس، كنت بستخدمه في الباينوميال ديستريبيوشن والبواسون ديستريبيوشن، كنت بستخدم فيهم اللي هو البي اوف الاكس. طيب جميل. نروح هنا نشوف القانون اللي عندنا بيقول ايه. بيقول لي ان القانون بيساوي واحد على سيجما جذر 2 باي، واحد على سيجما جذر 2 باي اي اس سالب واحد على 2 سيجما تربيع الكل اكس ناقص الام تربيع. طيب القانون بتاع النورمال ديستريبيوشن، وخلي بالك النورمال ديستريبيوشن مهم جدا، مهم جدا معانا الترم ده. طيب عندك الاي وفي الاكس، بيقول لك تكامل الاكس اف اوف الاكس للدي اكس. قلنا بناخد التكامل اللي جوه القوس، بعد كده اف اوف الاكس دي اكس. بعد كده ننزل تحت هنشيل الاف اوف الاكس، وهبدا ان انا اعوض بالقانون اللي انا لسه قايله فوق دلوقتي اللي هو ده. طيب بعد ما عوضت بالقانون هعمل ايه؟ هلاقي عندي الجزء ده كله ثابت يطلع بره، تمام. يبقى عندك واحد على ست على سيجما جذر 2 باي هطلعه بره، يتبقى عندي ال بقى عندي ايه اس سالب واحد على الاتنين سيجما تربيع الكل اكس ناقص الام تربيع. بعد كده هعتبر ان اي متغير عندي، وليكن مثلا الزد بيساوي القوس اللي عندي ده على السيجما. طب ليه على السيجما؟ لان انت لو جيت تبص عندك هنا بره فعندك سيجما انت عايز تطيرها، فهتعمل ايه؟ لازم تقسم على السيجما. فالسيجما عندك تبقى عندك الشكل اللي عندك ده يطلع بيساوي اكس ناقص الام، بتساوي يعني اللي فوق ده بيساوي الزد ناقص السيجما اللي تحت دي. فبالتالي انت عندك الاكس بتساوي زد سيجما زائد الام. هجيب المشتقه بتاعتهم يطلع معاك دي اكس بتساوي سيجما دي للزد زائد الصفر. الصفر ده جه منين؟ عشان الام اللي عندك دي ثابت، فالمشتقه بتاعتها هتبقى بصفر، مشتقه اي ثابت بصفر. طيب بعد كده هعوض عن كل اكس بدلاله الزد في الاي وفي الاكس. تعالى على الاي وفي الاكس، تعالى هنا زي ما انت شايف كده هعوض عن كل اكس بدلاله الزد اللي عندي اللي هي فين، اللي هي طلعناها فوق هنا دي. طيب تعالوا نشوف الشكل هيبقى عامل ازاي. لما هعوض هيبقى عندي سيجما على السيجما جذر 2 باي، فخلاص السيجما اللي فوق تروح مع السيجما اللي تحت. هنا القوس هيبقى عندك زي ما هو كده سيجما زد زائد الام مضروبه في الاي اس سالب واحد على الاتنين زد تربيع. طيب يبقى كده لما ضيعنا السيجما مع السيجما بقى عندك بره واحد على جذر 2 باي، وتبقى عندك القوس اللي جوه ده زي ما هو، مش هنغير فيه اي حاجه. تمام. نروح بعد كده هنا انا وزعت التكامل عندي خلاص يتقسم لجزئين كده، تمام. هنا تكامل بالتجزئه، يبقى عندك طلع في الاخر خالص الاي وفي الاكس بتساوي صفر زائد الام، يطلع معاك بتساوي الام. طيب نروح بعد كده نشوف الاثبات التاني بتاع الفاريانس اللي عندنا. طيب الفاريانس بيقول لي الاختصار بتاع اللي هو الفار اكس بتساوي الاي للاكس ناقص الام الكل تربيع. فهاجي هنا هاخد التكامل بتاعها، التكامل بتاعها
وبعد كده هاخد قلنا اللي جوه القوس اللي هو الاكس ناقص الام كل تربيع اف اوف الاكس، هاخدها زي ما هي. بعد كده اشيل اف اوف الاكس واحط القانون اللي عندي. بعد ما احط القانون هعمل ايه؟ هعتبر نفس الحوار اللي فات، الاكس ناقص الام على السيجما، تطلع معاك اكس ناقص الام على بتساوي الزد ناقص السيجما. خلاص يبقى عندك هنا الاكس ناقص الام تربيع بتساوي سيجما تربيع زد تربيع. يبقى عندك كده الاكس بتساوي، هفاضل الجزء اللي عندك ده الاول اللي هو المعادله دي، الاكس بتساوي سيجما زد زائد الان. هبدا ان انا افاضلها، تطلع معاك دي اكس بتساوي سيجما دي زد زائد الصفر، والصفر قلنا عشان الام اللي عندك ثابت. طيب بعد كده عندك الفاريانس للاكس بتساوي 1 على سيجما جذر 2 باي. 1 على سيجما جذر 2 باي دي طلعناها بره عشان قلنا انها ثابت، يعني لو جينا هنا فوق اهو تطلع دي بره عشان ثابت، تطلع بره التكامل اللي عندي. بعد ما طلعناها بره التكامل اللي عندي اتبقى سيجما تربيع وزد تربيع اي اس سالب 1 على الاتنين زد تربيع مضروبه في السيجما. طيب هبدا ان انا اطلع الكلام ده كله بره. هعمل ايه؟ يبقى عندك السيجما دي هتطلع بره، يبقى عندك سيجما على السيجما، سيجما في السيجما تربيع دي هتطلع بره برضو، تمام، والسيجما دي هتطلع بره، تبقى سيجما في سيجما تربيع على سيجما جذر 2 باي. سيجما تطير مع السيجما، بقى معاك سيجما تربيع على الجذر 2 باي، واللي جوه القوس هيبقى زد تربيع اي اس سالب 1 على الاتنين زد اس 2 دي زد. طيب هنا هعمل التكامل بطريقه التجزئه، هاخد هنا الكلام ده كله واعمله بطريقه التجزئه. هاخد هنا هعتبر ان ولنفرض مثلا ان الواي او اليو بتساوي الزد، يبقى خلاص هجيب التفاضل بتاعها تبقى الدي يو بتساوي الدي زد. هبدا ان انا اخد الجزء الثاني اللي هو الاي زد في الاي اس سالب 1 على الاتنين زد تربيع. هنا انا خدت زد واحده، انا عندي هنا الزد تربيع، هاخد زد هنا وهاخد زد هنا مع الاي اس سالب 1 على الاتنين زد تربيع، وهبدا ان انا اجيب التكامل بتاعها يطلع معاك بيساوي الشكل اللي انت شايفه قدامك ده. بعد كده هبدا ان انا اخد الفاريانس للاكس، يطلع معاك ده الناتج الاخير اللي طلع معانا اللي هو تكامل يو دي في ناقص تكامل في دي يو، ده الناتج اللي طلع معايا. بعد كده هبدا ان انا اخد السيجما تربيع على، هكمل بقى المساله، انا كنت واقف فين؟ كنت واقف فوق عند الخطوه اللي هنا كده، فخلاص هاخد الخطوه دي وابدا ان انا اكمل تحت. طيب يبقى عندك سيجما تربيع على جذر 2 باي الكل زد زد الكل سالب اي اس سالب زد على الاتنين الكل تربيع ناقص تكامل الاي اللي هو الجزء الثاني الاي اس سالب زد تربيع على الاتنين. وهبدا ان انا اطلع الناتج كده، الجزء اللي عندي ده كله هيطلع بصفر، والجزء اللي عندي ده كله هيطلع بجذر 2 باي، فخلاص كده يبقى صفر ناقص ال 2 باي مضروبه في السيجما تربيع على ال 2 باي، تطلع معاك بتساوي السيجما تربيع. هنا ال 2 باي هتطير مع ال 2 باي يطلع معاك السيجما تربيع، وده المطلوب اثباته، وده الاثبات الثاني بتاع الفاريانس في النورمال ديستريبيوشن. والنورمال ديستريبيوشن انا شايفه من اصعب الحاجات اللي موجوده عندنا يعني. نروح بعد كده على حاجه او الجزء الاخير اللي عندنا، نروح بعد كده على سؤال امتحان مهم جدا عندنا، وهو بيقول لي اذكر خصائص القيمه المتوقعه والتباين اللي هي الاكسبكتد فاليو والفاريانس. تمام، انا عايز هيجي لك كده بنفس الشكل في الامتحان، يقول لك انا عايز الخصائص بتاعه الاكسبكتد فاليو وبتاعه الفاريانس. طيب هتبدا ان انت تعمل ايه؟ هترتبهم له بنفس الطريقه، دول برضو حفظ على فكره. فالمهم الاكسبكتد فاليو اول حاجه عندنا بيقول لي ان الاي للايه بتساوي الايه اللي هي ثابت جوه اللي هو الثابت اللي جوه الاي. تاني حاجة عندنا بيقول لي ان الاي للاي اكس بتساوي ايه للاي للاكس، ايه تطلع ثابت تطلع بره، خلاص يبقى ايه للاكس زي ما هي، ايه للاي اكس زائد البي، الاي هتطلع بره، الاي دي هتطلع بره، والاي للاكس تبقى زي ما هي زائد البي لوحدها. طيب ايه للاكس في الواي تطلع معاك ايه للاكس في الاي للواي. رقم 5 عندك ايه في المضروبة او جوه القوس ايه للايه للاكس، يعني ايه جوه ايه للايه للاكس بتساوي ايه للاكس، انا مش عارف ايه ده والله بس ماشي، تطلع بايه للاكس، الله المستعان. عندك رقم 6 ايه الكل ايه اس ايه للاكس ناقص الاكس الكل بتساوي الصفر. رقم 7 عندك ايه الاكس موجب او سالب واي بتساوي
اي للاكس موجب او سالب اي للواي، هبدا ان انا اوزع الاي عليهم. طيب عندك هنا الفاريانس بيقول لك ان الفاريانس للايه بتساوي الصفر، مش بتساوي ثابت. في الاكسبكتد فاليو بتساوي الثابت اللي جوه الايه، لكن هنا في الفاريانس تبقى بتساوي الصفر. الفاريانس ايه للاكس تطلع باي تربيع فاريانس الاكس. طيب بعد كده عندك الفاريانس الايه للاكس زائد السيجما تطلع معاك بتساوي هنا زائد البي، مش السيجما، زائد بي. فاريانس الاي للاكس زائد البي تطلع معاك اي تربيع فاريانس الاكس، هنا المفروض زائد البي. طيب عندك رقم 4 الفاريانس الاكس واي بتساوي فاريانس الاكس مضروبه في الفاريانس للواي، هبدا ان انا اوزعها بس عليهم. بعد كده الفاريانس للاكس بتساوي السمشن اكس تربيع بي اوف الاكس ناقص سمشن الاكس بي اوف الاكس الكل تربيع. تمام. هبدا ان انا اوزعها بنفس الشكل ده. هنا المفروض اكس بس مش اكس تربيع. تمام. هنا فاريانس الاكس باخد اللي جوه القوس زي ما هو ثابت، بعد كده بي اوف الاكس ناقص سمشن الاكس في بي اوف الاكس الكل تربيع، اللي هو القانون بتاع السمشن لو فاكره. بعد كده رقم 6 والاخيره بيقول لي ان الفاريانس الاكس موجب او سالب الواي هتبقى بتساوي فاريانس الاكس وفاريانس الواي، ودي الوحيده اللي شبه الاكسبكتد فاليو ان انا بوزع الفاريانس عليهم. هنا اللي فيها موجب او سالب دي ببدا ان انا اوزع الاي اوف الاكس والاي في الواي كل واحده لوحدها، وهنا الفاريانس هوزع الفاريانس الاكس لوحدها والفاريانس للواي لوحدها. تعال ناخد مثال بسيط كده. عندنا بيقول لي اف الاف اوف الاكس بتساوي الكي اكس اس 6 الكل واحد ناقص الاكس. طيب هعمل ايه؟ بيقول لي هنا عايز قيمه الكي وعايز البي الاكس اكبر من النص. طيب هنا اعطيني، بيقول لي ان الاكس اكبر من الزيرو واقل من الواحد، خلاص انت عندك كده التكامل بتاعك هيبقى من اول الصفر لحد الواحد. هيبقى هنا تكامل من الصفر لحد الواحد للاف اوف الاكس دي اكس تطلع كل الكلام ده بيساوي الواحد. هبدا ان انا اشيل اف اوف الاكس واحط المعادله اللي عندي فوق. اف اوف الاكس هنا بتساوي الكي اكس اس 6 واحد ناقص الاكس. خلاص كي اكس اس 6 واحد ناقص الاكس تبقى زي ما هي. الكي عندي هنا ثابت فيطلع بره زي ما انت شايف كده بره التكامل، يبقى تكامل من واحد من الصفر للواحد اكس اس 6 الكل واحد ناقص الاكس دي اكس بتساوي الواحد. جميل. نكمل مع بعض. هنا خلاص طلعت الكي بره وبدات ان انا اوزع هنا الاكس اس 6 هبدا ان انا ادخلها على القوس اللي عندي ده تنضرب في الواحد تبقى بتساوي اكس اس 6 ناقص الاكس اس 6 في الاكس تطلع باكس اس 7. تمام. يبقى اكس اس 6 ناقص الاكس اس 7 مظبوط. هبدا ان انا اكملهم بقى. هكمل ازاي؟ هبدا ان انا ازود على الاس واحد واقسم عليه، يبقى هنا اكس اس 6 هزود على الاس واحد واقسم عليه تبقى اكس اس 7 على السبعة ناقص اكس اس 7 ازود على الاس واحد تبقى اكس اس 8 واقسم عليه تبقى اكس اس 8 على الثمانية. هبدا ان انا اعوض بالتكامل من الصفر لحد الواحد، مره بالصفر ومره بالواحد، يطلع معاك الكي الاقواس زي ما انت شايف كده. المفروض ان انا هنا بعمل تكامل بالواحد بعد كده تكامل بالصفر عشان ما يطلعش معايا بالسالب. فانا هنا عكستهم بس، فالسامين انا بوضح لك اهو ان المفروض الجزء ده يكون يكون الاول والجزء ده يكون هو اللي في الاخر. بعد كده يطلع الكلام ده كله بيساوي واحد، يطلع اللي جوه القوس بيساوي واحد على 7 ناقص واحد على 8 مضروبه في الكي بتساوي الواحد، تبقى الكي تطلع بتساوي 56 في الاخر، وده يكون المطلوب الاول عندنا. المطلوب الثاني بيقول لي ان البي اكس اكبر من النص. يعني ايه؟ يعني انا بدل ما هبدا من الصفر لحد الواحد، لا انا هعمل التكامل من النص لحد الواحد. هبدا ان انا احل بنفس الطريقه، هاجي اعمل التكامل للاف اوف الاكس من النص لحد الواحد، هبدا ان انا اعوض بالمعادله اللي عطيها لي. بعد كده الكي عندي ثابت فخلاص تطلع بره، يتبقى عندي كي اكس اس 6 ناقص اكس اس 7 دي اكس. طيب الكي انا اصلا لسه مطلعها من شويه كانت بكام؟ ب 56. يبقى كده تمام 56 هزود على الاس واحد واقسم عليه يبقى اكس اس 6 زائد الواحد اكس اس 7 على السبعة ناقص الاكس اس 8 على الثمانية الكل ده من النص لحد الواحد، التكامل من النص لحد الواحد. هعوض مره بالواحد ومره بالنص يطلع معايا الناتج 247 على 256. نروح بعد كده على المثال الاخير عندنا وهو التكامل الثنائي. طيب المثال ده لو خدت بالك المثال اللي حليناه الاول او من شويه كان نفس الشكل. طيب ايه الفرق اصلا؟ الفرق عندك في المعادلات اللي هنا دي. لو عندك المعادلات دي الاكس مثلا بتساوي صفر وواحد واتنين فخلاص انت كده هتستخدم السمشن، لكن هنا طالما قال لك ان الاكس اكبر من الصفر واقل من الواحد والواي اكبر من الصفر واقل من الواحد فانت هنا هتستخدم التكامل. تمام. فالتكامل الثنائي عندك هنا
هتبدا ان انت تستخدم التكامل بتاع الاكس والتكامل بتاع الواي مع بعض. طيب نفس المطالب بتاعه السؤال اللي فاتت ونفس الكلام كله، وهنا اعطيك الكي بس، مش هعطيك مثلا معادله كامله. طيب هتعمل ايه؟ تعال نشوف اول مطلوب عندنا. اول مطلوب عندنا عايز الكي. طيب هبدا ان انا اخد التكامل بتاع الاكس اللي هو من الصفر لحد الواحد زي ما انت شايف كده. بعد كده التكامل بتاع الواي من الصفر لحد الواحد، وهكتبهم جنب بعض كده. بعد كده للمعادله اللي عندي او المفروض هيديها لي، هو هنا عاطيني الكي بس. بعد كده هكامل الكي بالنسبه للواي وللاكس، تطلع زي ما انت شايف كده الكلام ده كله بيساوي الواحد. عندك الكي ثابت يطلع بره، تمام. يتبقى عندك يبقى كده كي التكامل من الصفر للواحد بتاع الاكس وتكامل الواي دي واي دي اكس بتساوي الواحد. هتعمل ايه؟ تعالى نبدأ ان احنا نفك السمشن مع بعض. تعالى نفك السمشن بتاع الواي الاول. خلاص تعوض مره بالصفر ومره بالواحد، تبدأ بالواحد يبقى خلاص عوض مره بالواحد ومره بالصفر، دي اكس زي ما هي، والتكامل بتاع الاكس ثابت زي ما هو، يطلع معاك زي ما انت شايف كده. كده يبقى التكامل بتاع الاكس بتاع الواي طلع معاك بتساوي الواحد. تعالى نعمل التكامل بتاع الاكس. خلاص يبقى هنا هنعوض مره بالواحد ومره بالصفر، يطلع معاك بواحد برضو. فخلاص الكي بتاعتك هتبقى بتساوي واحد، وده المطلوب عندك او المطلوب الاول. نروح بعد كده المطلوب الثاني، بيقول لك عايز اف اوف الاكس واف اوف الواي. طيب اف اوف الاكس هاخد التكامل بتاع الاكس من الصفر لحد الواحد. بعد كده هكتب المعادله اللي عندي اللي هي الكي اللي هي المفروض اصلا الاف اوف الاكس واي. طيب هبدا ان انا اخد التكامل من الصفر لواحد، الكي دي واي بتساوي المفروض هنا دي اكس، تمام، دي اكس. بعد كده هاخد التكامل من الصفر للواحد للدي. المفروض هنا لا، انا شغال على الدي دي اكس، فالمفروض هاخد تكامل الواي. لكن هنا وانا شغال على التكامل بتاع الواي، فانا هاخد التكامل بتاع الاكس. فهنا صح مش غلط، هنا الواي صح مش غلط، تمام. فانا عندي هنا من صفر لواحد تكامل الكي للدي واي بتساوي، هبدا ان انا اعوض مره بالصفر ومره بالواحد، تطلع معايا بتساوي الواحد. وعندي التكامل الاف للواي تطلع بتساوي تكامل الاكس من الصفر للواحد للكي برضو اللي هي الاف الاكس والواي، هنا للكي برضو تطلع معاك بتساوي الواحد. وبرضو هتبقى نفس النتيجه بتاعت الاف اوف الواي. كده اف اوف الاكس واف اوف الواي نفس الناتج. خليك فاكرها عشان هنحتاجها في المطلوب الخامس. هيقول لي هو اندبندنت ولا لا. هنشوف اف اوف الاكس مضروبه في الاكس في الاف اوف الواي تطلع معاك بواحد. هنشوف بقى هي نفس الناتج بتاع الاف اوف الاكس في الواي ولا لا. طيب نروح للمطلوب الثالث عندنا. بيقول لي الايه للاكس في الواي. بيقول لي هنا هاخد التكامل بتاع الاكس، بعد كده هاخد التكامل بتاع الواي. كل الكلام ده مضروب في الحاجه في اللي جوه القوس عندي اللي هو الاكس في الواي، بعد كده مضروبه في المعادله اللي عندي اللي هي الكي الاف اوف الاكس والواي، يعني اللي هي المفروض هنا بكي اهي، والكي عندك طلعتها بواحد، فخلاص يبقى الجزء ده كله طاير. بقى كده عندك التكامل من الصفر للواحد بتاع الاكس، التكامل من الصفر للواحد بتاع الواي، اكس واي دي اكس. طيب ننزل تحت، نبدأ ان احنا نفك التكامل. هنا من الصفر هفك التكامل بتاع الواي الاول، هعوض مره بالصفر ومره بالواحد، يطلع معاك زي ما انت شايف كده. بعد كده هفك التكامل بتاع الاكس، يطلع معاك هنا فكينا التكامل بتاع الاكس اهو اللي هو تحت هنا، يطلع معاك الناتج بيساوي الربع، تمام. وده بيساوي الاي اوف الاكس في الواي. بعد كده الكوفيتش الاكس والواي بتساوي اي اوف الاكس الواي ناقص اي اوف الاكس مضروبه في الاي اوف الواي. طيب الاي اوف الاكس والواي دي لسه مطلعينها من شويه، طلعت معايا بربع. طيب تعالوا نطلع الاي اوف الاكس والاي اوف الواي. اي اوف الاكس قلنا هناخد التكامل بتاع الواي للاكس اف اوف الاكس، يطلع معاك بتساوي نص. هبدا ان انا اعوض وافك التكامل، يطلع معاك بتساوي نص. والاي اوف الواي هبدا ان انا اخد التكامل بتاع الاكس، وابدا ان انا واي اف اوف الواي دي واي بتساوي، هبدا ان انا اعوض مره بالصفر ومره بالواحد، يطلع معاك بنص زي ما انت شايف كده. طيب عندك الكوفيتش الاكس والواي بتساوي الربع اهو اللي هو الجزء الاولاني اللي هو الاي للاكس والواي ناقص الجزء الثاني اي للاكس في الاي للواي. اي للاكس بنص مضروبه في نص، يطلع معاك بربع، يبقى ربع ناقص الربع تطلع بصفر، وده المطلوب عندك. طيب المطلوب الرابع بيقول لك انه عايز البي. طالما عندك كل الحاجات المتوفره في القانون فانت مش هتحتاج تجيب حاجه ثانيه. الكوفيتش الاكس والواي لسه مطلعها دلوقتي بصفر. اللي انت ليه ما جبتش الفيريانس الاكس والفيريانس الواي في القانون في المساله زي المساله اللي فاتت؟ لان انت عندك اصلا البسط هنا بصفر، وصفر على اي حاجه هتطلع بصفر على طول، فانت ما تتعبش نفسك وتبدا ان انت تجيب الفيريانس الاكس والفيريانس للواي.
نروح بعد كده على رابع مطلوب عندنا، بيقول لي ان الاي للاكس على الواي واي للواي على الاكس. طيب الاي للاكس على الواي قلنا ان احنا بتساوي الاف اكس واي على الاف للواي. يطلع يعني هاخد اللي جوه الاف هنا واقسم على الجزء اللي هيتقسم عليه اللي هو الواي، يطلع بتساوي، طلعنا الجزء اللي فوق ده بواحد والاف في الواي طلعناها بواحد لو فاكر، يبقى يطلع عندك بتساوي الواحد. اف اوف الواي على الاكس نفس الكلام، وكنا برضو طلعنا الاف اوف الاكس تطلع بواحد، فطلع معاك بواحد. طيب تعالى نحسب بقى، احنا كده طلعنا اف اوف الاكس واي واف اوف الواي على الاكس. هنا بيقول لي ان الاي للاكس على الواي بتساوي تكامل من الصفر للواحد اللي هو تكامل الاكس، تكامل الواي اكس اف اوف الاكس على الواي دي اكس. فهعمل ايه؟ تعالى نعوض، ناخد الاف اوف الاكس واي دي اللي هي كانت بواحد، فخلاص اللي هي كانت بتساوي الكي بواحد، فخلاص ضاعت، بقى معايا الاكس بس. خلاص الاكس تعالى نعوض مره بالصفر ومره بالواحد تطلع معاك بنص. وهنا طلعنا الاي للواي على الاكس تطلع معاك نفس الطريقه برضو. هبدا ان انا اخد القانون بتاعها كده، هنا الاف اوف الواي على الاكس طلعت اللي هي المفروض بالكي تطلع بواحد، يبقى الواي يتبقى معاك تكامل الواي دي واي تطلع معاك، هتعوض مره بالصفر ومره بالواحد يطلع معاك بتساوي النص. نروح على المطلوب الاخير واخر حاجه عندنا، هو بيقول لك ان الاكس والبي اندبندنت ولا لا. لو جيت احنا جينا لما قلت لك افتكرها معايا ان الاف وفي الاكس طلعت بواحد واف وفي الواي طلعت بواحد، يبقى واحد في واحد طلعت بواحد، الكلام ده كله بيساوي اف في الاكس والواي اللي طلعناها برضو في الصفحه اللي فاتت كانت بواحد، فخلاص كده يبقى الاكس والواي اندبندنت. واخيرا حابب ان انا اقول ان انا عارف ان المادة دي صعبة وصعب ان احنا نلاقي حد مش قلقان منها، بس دايما خليك فاكر ان ربنا ما بيضيعش تعب حد. يمكن مش عارفين نلمها كلها ويمكن برضه مش فاهمين كل حاجة، بس طول ما احنا بنسعى وبنحاول ربنا هيكافئنا فوق ما نتخيل. انا برضه زيكم خايف ومتوتر، بس كل مرة بحاول فيها بحس ان في خطوة بتتبني وان الطريق مش مستحيل. احنا مش مطالبين نكون عباقرة، واحنا بس بنحاول وربنا شايف النية وشايف تعبنا يعني. كملوا حتى لو واحدة واحدة عشان السعي عمره ما بيروح في الفاضي. واخيرا حابب ان انا اودعكم لان ده هيكون اخر فيديو، ونتقابل على خير ان شاء الله السنة الجاية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.